ورساله اخرى للمنتخب المصري، مباراه كوت ديفوار، كل واحد يقول لك كوت ديفوار هتكسب مصر، هتكسب مصر. مصر كسبت كوت ديفوار بالجيل الذهبي بتاع كوت ديفوار. اي صحيح. عبد القادر كيتا ودروجبا يا توريه. فالولاد لازم يبقوا بثقه. العب بشخصيه منتخب مصر، العب بشخصيه التيشيرت منتخب مصر. بص كده عن النجوم اللي انت بتلعب بيها، 7 نجوم. اوعى تخاف من حد، هم اللي يخافوا منك. والله العظيم يا عبد العزيز، احنا لما كنا بنلعب المنتخبات دي ما تخش في بدايه المباراه مرعوبين. والله العظيم مرعوبين. منتخب الكاميرون ده 2008 ايتو رئيس الاتحاد الحالي هو الوحيد اللي كان بيتكلم في التنل وهم نازلين، والباقي مرعوب لانه خسر من منتخب مصر في الماتش اللي افتتح 2008 4. دليل على قيمه لاعبين منتخب مصر. ايوه عشان كده انا بقول للعيبه بتوعنا العب بثقه وما تخافش، وكل ما تخاف وان شاء الله مش هتخاف تبص على ال7 نجوم يطمنوك. اوعى تخاف. ورغم كده المستوى بتاعنا هيتبدل ان شاء الله. وعندنا وكل ما ننسى او كل ما الناس تتناسى افتكر ان عندك احسن لعيب في العالم محمد صلاح. فاحنا عندنا امل كبير فيهم، وعندنا امل كبير في المنتخبات العربيه كلها. اتمنى للجميع التوفيق. ورساله اخرى، كره القدم تجمع العرب وليس تفرق العرب. كره القدم تجمع ولا للتعصب، وفي الاخير هي لعبه، ولا هتقدم ولا هتاخر. فالجميع يهدى كده ويتمنى الخير للجميع، ويتمنى الخير للمنتخبات العربيه. اتمنى ان البطل يبقى عربي فالامور تهدى والجميع يهدى. كره القدم تجمع، كره القدم زي ما شفنا في كاس العرب كل متجمع، فلا للتعصب لا للكراهيه. اتمنى الخير للجميع.